السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ فكرة الفيديو بكل بساطة ان احنا هنكمل شرح التعليمات الفردية للعيبة. زي ما انت شايف احنا كنا شرحنا في الجزء الاول اللي هو نزلته من شهر تقريبا، البارت 1 اللي هو الاتاك، ويعتبر ما اتغيرش نفس الحاجة. هنشرح في الفيديو ده بقى ان شاء الله الديفنس، وهو الجزء الاهم اصلا في التعليمات الفردية. دلوقتي احنا عندنا تايت ماركينج، مان ماركينج، كوانتر تارجت، ديب لاين، وهحط لك اسمائهم بالعربي جنبي هنا عشان ايه تكون واخد بالك لو انا ما قلتش الكلمه بالعربي. تمام. مبدئيا كده تعالى نشرح المتفاعلين الوقت، لان عندك خانه التايت ماركينج اللي هو المراقبه اللصيقه، والمان ماركينج اللي هي مراقبه لاعب بتتفعل جوه الماتش بس لما يكون في تشكيله قبالك، وهوريك كل حاجه بالتفصيل. مبدئيا كده الكوانتر تارجت اللي هو الهجمه العكسيه، دي ايه لازمتها؟ ديت بتثبت لاعب في مكان، ويفضل انك تستخدمها لراس الحربة. بمعنى يعني ايه اثبته في مكانه؟ بكل اختصار، مثلا انا عندي هنا بيليه هعمل له كوانتر تارجت، تمام، وهروح اخش ماتش هوريك احسن من الشرح. زي ما انت شايف انا دخلت ماتش اهو، وهروح على التعليمات الفرديه واديت كوانتر تارجت لبيليه. دي بقى بتعمل ايه؟ بص، بكل بساطه دلوقتي الهجمه شغاله، الكره مقطوعه مني، فالمهاجم طبيعي انه بيسقط شويه، دول بيسقطوا ودول بيسقطوا، الكل بيسقط، الا بقى اللي انت عامل له هجمه مرتده اللي هو الكوانتر تارجت، بيفضل واقف مستني الكوره تجيله. بص هنعملها لاكتر من لاعب برضه عشان تاخد بالك معايا. هنديها مثلا للامبر، تمام، او هنديله هجمه عكسيه وكمان، او تعالى مثلا نباصي اهو. شايف اللاعب ما بيتحركش خالص اصلا، يعني بيوفر طاقته على قد ما يقدر. انا عاوز الكرة تتقطع، استنى اقطع الكرة. شوف بيليه ما بيدافعش، يا ابني اقطع الكرة. شوف بيليه ما بيتحركش، شوف بيليه ثابت فين. ولامبرد نفس الفكرة، لامبرد في الطبيعي انه المفروض بيرجع يدافع، شوف هو واقف اهو بيتمشى عامل زي فينيسيوس. المهم ما علينا. الله، لا ما انا مش هيجي فيها جوه. شكرا. كده تكونوا عرفتوا الكوانتر تارجت. وعشان نلخص الموضوع في كلمتين ثلاثة، الكوانتر تارجت يفضل انك تديها اللاعب هجوم زي مثلا الديب لاين اللي هو اللاعب اللي بيسقط، اللي هو الديب لاين زي بيليه، زي ميسي، كرويف. اللعبة دي يفضل انك تديها لهم هم عشان يثبتوا قدام، لان مش كل الناس بتحب اللاعب اللي بيسقط ده، فاهم؟ فهو ممكن تحل بيه المشكله بالطريقه دي، او تدي له انكورنج، فاهم؟ في اللي هي الاتاك. روح شوف يا عم فيديو البارت 1 بتاع الاتاك هينفعك، اسمع مني. المهم نخش على تاني حاجه، وهي الديب لاين اللي هو لاعب خط وسط مدافع. ده بتدي للاعب اللي بيقف خط نص جنب الانكور مان. ليه ده بيعمل ايه؟ بص دلوقتي انت عندك تشابي اوركستريتور، او مثلا جيرارد، اي حد اللي هو اي حد باسلوب تاني غير الانكور مان اللي هو الارتكاز، تمام. في الطبيعي انه بيطلع يساند الهجمه، تلاقي مثلا زاد قوي لو الكره معاك مرتده تلاقيه بيجري. انت بقى مش عاوز كده، انت مثلا ممكن الكره تقطع عليك تتعمل مرتده، فمفيش مثلا غيره. هنتكلم ان هو مثلا رايكر ده مش موجود في تشكيل اصلا، فهو ديب لاين بتخليه زي مدافع خامس، بتخليه واقف هنا على طول في الحته دي. بص، فتعال نشوف ماتش، نخش ماتش وتشوف بعينك. وزي ما انت شايف ابتديت ماتش واديت لتشابي الونزو ديب لاين اهو، اللي هو هيرجع يساند. الطبيعي تحركات تشابي الونزو ان انا بلعب هجمه هتلاقيه بيزيد معايا عادي اهو، المفروض بيزيد. شوف بقى تشابي الونزو راح فين لما الكره اتقطعت. تشابي الونزو بقى يعتبر مدافع خامس، شايف؟ وشوف رايكارد هو اللي فين. ده بكل بساطة اهو، ان هو يطلع بقى يسند، تضغط بقى براحتك. هو الفكرة ان هو لما الكرة تبقى معاك هيزيد معاك في الهجمة عادي، انما لما الكرة تتقطع او بس كده. هو اصلا انا بحب الاوركستريتور ياخد الامر ده عشان يعتمد على البساطة اكتر. اهو شايف رايكارد هو اللي دخل يضغط، وتشابي الونزو اهم حاجة انه بيرجع لورا. اهو شايف رايكارد فين، وتشابي الونزو ورا مدافع. بس كده، ده باختصار الديب لاين. وزي ما انتوا فهمتوا بقى الديب لاين دلوقتي قدامنا حاجتين، التايت ماركينج اللي هي المراقبه اللصيقه، والمان ماركينج اللي هي مراقبه لاعب. ايه الفرق؟ التايت ماركينج المراقبه اللصيقه من اسمها، انا دلوقتي باك، هنفترض ان انا باك، وفي مثلا مهاجم ناحيتي، فانت لما بتعمل مراقبه لصيقه دي، الباك بيبدا يقرب عليه بس هو مش بيضغط، يعني مش في ماسكه، مش المان بتاعه زي ما بيقولوا.
هو يا دوب اللي هو ممكن يضغط اللي هو يقفل مسار تمرير، الكرة جاية وحشة فهو يطلع يجي ياخدها. تعال نشوف مثلا تشكيلة اللي قدامنا، عنده مهاجم واحد، فتعالى نعمل له المان ماركينج. المان ماركينج بقى ايه؟ احنا هنعمل الاتنين في النقطة دي. التايت ماركينج مثلا هو عنده الجناح، هنديله مثلا للجناح تايت ماركينج اللي هو هنقفل على الجناح اليمين بتاعه. والمان ماركينج اللي هو المان بقى مان لمان. بعملها ازاي؟ انت كل اللي انا نسيت اقول دي برضو، في التايت ماركينج انت كل اللي بتعمله بتختار اللاعب اللي انت عاوز تراقبه، فاهم؟ انما المان ماركينج، تعال نخش في خانة تانية. مان ماركينج انت بتدي لاعب يمسك اللاعب بتاعه، يعني مثلا عاوز فان دايك يمسك المهاجم بتاعه، فكل وظيفة فان دايك ان هو مفيش غير المهاجم ده همسكه، فاهم؟ يعني هوريك تعال نخش الماتش احسن. شوف مثلا، تعال نديله الكورة. امم ادينا له الكورة. شوف بقى الجناح اليمين بتاعه هيبدأ، يلا يستعمل هجمة اهو. شايف فان دايك ماسك مين؟ ده بالنسبة لمراقبة اللاعب. المهاجم بيتحرك، فان دايك بيتحرك معاه، لو انت شايف اهو. هبقى ازوم لك عادي، هبقى ازوم لك اهو. شوف فان دايك راح ضغط عليه. بالنسبة بقى للتايت ماركينج، هي مجرد ان انا براقب اللاعب، براقب الجناح اليمين بتاعه. شوف مثلا الكرة اتقطعت، ومش شرط الباك، هو بالنسبة للاعب اللي جنبه، اي لاعب جنبه هيتعمل له تايت ماركينج بقى اهو، اللي هو مراقبة لصيقة اي لاعب جنبه. شايف مثلا لامبرد، هو عشان هو ناحية لامبرد هو اللي ماسكه، هو شايف لامبرد فين. بس تعالى بقى نجيب جون عشان ايه. ايوه، زيربيو I love you I hate you. بس كده، تعالى نطلع يا عم. بص، ده بقى بالنسبة لكل الانديفيدوال ستراكشرز اللي هي التعليمات الفردية اللي ممكن تحتاجها، لانها حاجة ثابتة في اللعبة ومش هتتغير الا لو اللعبة ذات نفسها اصلا حصل لها تغيير جذري، فاهم؟ بس انا عاوز اقول لك نقطة، ليه الحاجتين دول مش مفتوحين؟ عشان طبعا في واحد ذكي دلوقتي هيقول لي عشان انت مش هتعرف تمسك حد من غير ما تبدأ الماتش. ماشي يا عم، انا مش كلمتي مش هنا، كلمتي ان هي مش اي خلطبيطة، فاهم؟ هو الفكرة امتى تستخدمها صح. بمعنى دلوقتي انا ممكن اعمل كونتر تارجت لبيلي عادي، اعمل ديب لاينج لتشابي، اعمل ديب لاينج لرايكارد. انت ممكن تعمل ديب لاينج على فكرة الرايكارد ويبقى مدافع خامس برضه، مش غلط. بس انا بتكلم في فكرة ايه، ان هو مش دايما صح، مش دايما تعمل كده، على حسب اللي قدامك انت بتستخدمها امتى لا. لان في فرق بيبقى فيها تكتلات، فانت بتعوز مدافع يسند معاك، فتدي الرايكارد ينزل يسند معاك عادي، يبقى مدافع خامس وهو عنده القابليه لكده، فاهم؟ ايه الفكره بقى في ايه؟ انت دلوقتي مثلا لاعب عندك بيلعب عرضيات، فيفضل مثلا انك تمسك الجناح وتمسك الراس الحربة زي مثلا كولر في الاغلب، باي مدافع طويل عندك وهكذا. عندك قول معايا بسم الله الرحمن الرحيم. عندك مثلا محتاج حد قدام خفيف سريع يساند في الهجمة المرتدة، فتقوم عامل لاعب. هو على حسب ظروف الماتش بتغير، مش اي حاجة وخلاص. وده كان كل حاجة حرفيا هتحتاجها للتعليمات الفردية الدفاعية والهجومية. اصلا الفيديوهين دول عندك، ممكن ترجع لهم في اي وقت. و... ولو انت احتجت اي حاجة بخصوص الحاجات دي، انت مثلا ما فهمتش حاجة، عوزت شرح تاني، انا هرد عليك في الكومنتات، انزل اكتب انت بس. لو انت وصلت لحد هنا، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. يا ريت تنضم لقناة الواتس عشان ايه تنضم دي، ما علينا. يا ريت تنضم لقناة الواتس عشان يوصلك كل جديد بقى، لان بنزل هناك اول باول، ولو حصل فعاليات في ماتش معين بتكلم وهكذا. وسلام.